تعادل مخيب جدا للامال. طبعا الزمالك بدأ المباراة بخطة 4-2-3-1. محمد صبحي في حراسة المرمى، عمر جابر على اليمين، قلبين دفاع حسام عبد المجيد والونش، وعلى الشمال بنتايج. وفي نص الملعب محمد شحاتة ودونجا، قدامهم عبد الله السعيد، على اليمين ناصر ماهر، وعلى الشمال ادم كايد، قدامهم مهاجم وحيد عدي الدباغ. قبل اي حاجة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. يانيك فيريرا بيبدأ الماتش برضو بعبد الله السعيد في رقم 10، وبيخلينا من اول اللقاء مش عارفين نبني الهجمة بالشكل ده. دي مشكلة بالنسبة لي، ان بجد كل الناس كانت واخدة بالها ان عبد الله السعيد ما ينفعش يلعب رقم 10، وخصوصا ان انت جايب صفقات كلها في الحتة الامامية اللي ممكن يلعب فيها عبد الله السعيد. فانت لما ترجعه لورا انت كمان هتستفاد بان انت تقدر تشارك اكتر من لاعب من اللعيبه الجديده اللي تقدر انها تقدم لك جديد. الزمالك في الشوط الاول مش عارف يخرج بالكوره، مفيش بناء لعب وتحضير بشكل كويس للزمالك. شكل الزمالك كان مفكك خالص، اللعيبه بعيده عن بعض ومش بتلاقي بعض، الانتشار مش احسن حاجه في الملعب. كان بالنسبه لي مفاجاه شويه ان الاقي حتى المقاولين مش راجعه لورا ومتقهقره قوي. انا توقعت بصراحه انها هتبقى راجعه لورا، وان الزمالك هيبقى بيضغط من قدامه كده. بس اللي كنت مستغربه جدا ان احنا عادي متكافئه. طبعا الزمالك كان معاه الاستحواذ ويمكن داخل على 70%، بس سلبي جدا. يعني ما قدرناش ان احنا نخلق فرص حقيقيه على مرمى محمود ابو السعود في الشوط الاول. طبعا لما كان برضو في اول الماتش بشوف ان حسام عبد المجيد بياخد الكوره، بالنسبه له الاوبشنز اللي متاحه ليه او الخيارات المتاحه ليه عشان ينقل الكوره لقدام بيكون دونجا ممسوك، وكمان شحاته ممسوك، وكل اللعيبه قدامه مفيش. حتى في كوره كده ملقاش خلاص غير حل ان هو يلعب لبنتايج ويلعبها له وحش. وهو دي المشكله بتاعتنا بصراحه، بقالنا اكتر من موسم ان احنا الخروج بالكوره صعب. انا نفسي نبدا نخرج بالكوره صح، نبدا ان احنا ما نفقدش الكوره بسهوله، ده هيفرق معاك كتير جدا. كمان لاعب زي اخوان الفينا ما ينفعش انه يبقى قاعد بره احتياطي وشايفين العبث اللي بيحصل. لعيب لما نزل بصراحه لفت نظري جدا جدا من اول كوره. لعيب ده ما ينفعش يا جماعه يقعد تاني دكه ابدا. لعيب في نص متر بيقدر يعدي وكباري، لا حاجه برازيلي. فالفينا بجد هيكون حل سحري ان شاء الله في الماتشات اللي جايه، خصوصا لما يبدا ينسجم. انا مش فاهم ازاي هو كده ولسه مش منسجم. هو بجد لعيب حلو جدا، انا بس لسه ناقصنا نشوف الفينش بتاعه، لان اللي انا اعرفه عنه من قبل ما يجي الزمالك برضو ان الفينش بتاعه مش احسن حاجه، او يمكن تكون هي المشكله الرئيسيه اللي فيه. كمان لعيب عنده فعلا ذكاء تكتيكي عالي جدا جدا، بيعرف امتى يتحرك وامتى يقف في المساحه وامتى يسرق المدافع. وكمان مش اللاعب حتى الاناني، لا انا شفت له كذا كوره لا عادي هو بيلعب مع الفريق، وكمان واضح انه عنده روح كده. حتى الكوره اللي هي عمل فيها كوبري اول لمسه ليه في الماتش، وبعد كده راح مرقص وداخل منطقه ال 18 وشاط الكوره، وكانت ممكن تيجي جون لولا انها خبطت في ايد اللاعب. بس هي فعلا جت في ايد اللاعب، لكن ايده كانت جنبه ما مش مكبره جسمه، فهي فعلا مش ضربه جزاء. لكن دي كانت كوره خطيره جدا. طبعا بعد كده لقينا ان احنا خلاص الوقت بيعدي، محتاجين ان احنا نجيب الجون في اسرع وقت، وبدأ يكون في استعجال شويه. بس برضو انا كانت عندي نفس المشكله، ان لسه عبد الله السعيد موجود في المناطق الاماميه جدا، يمكن دايما بيتطرف ناحيه الشمال او يبقى داخل منطقه الجزاء او بيطلب الكوره ودايما ظهره للجون. ودي برضو اتكلمنا فيها المره اللي فاتت لو تفتكروا، مش احسن حاجه لعبد الله السعيد خالص. احنا محتاجين عبد الله السعيد يا جماعه يكون في مركز 8، يبقى شايف الملعب قدامه، يقدر يوزع لعب يمين وشمال. خوان الفينا كان هيعيط بس بيطلب الكوره، يا جدعان حد يبصيلي حد يبصيلي، مفيش. ليه في الاخر مين اللي بينقل الكوره؟ كنت اشوف لك الونش طالع في نص الملعب وهو اللي بيزيد وهو اللي بيلعب الكوره. والمشكله ان هي حتى لما كوره زي كده بتتقطع بتبقى اخطر عليك من ان حتى لاعب رقم 8 هو يلعبها. كده كده لو عبد الله السعيد حتى هو اللي لعب الكوره دي من نفس المكان اللي كان الونش فيه، الونش هيكون وراه بيقدر يغطيه. حتى لو هو اتضرب والكوره اتلعبت في ظهر عبد الله السعيد تاني، هيقدر ان الونش يغطيه. لكن ما يبقاش فيه كفر للونش وهو اصلا مش لاعب يقدر يصنع الكوره لقدام. ورغم كده انا بحيي برضو الونش ان هو اصلا رغم انه كان بيلعب دي بس كان والله مميز فيها، ما كانش وحش. ما اقدرش اقول عليه برضو ان هو عمل جيم سيء او كده، لا بالنسبه لي الونش الماتش ده واللي فات بصراحه ما شاء الله عليه، هو وحسام عبد المجيد ما عندهمش بالنسبه لي اخطاء حاجه تتقال عليها جامده قوي بالنسبه لي. بس الكام خطأ اللي انا شفتهم في الماتش يعتبر اخطاء تكتيكيه، ما فيش حاجه معينه فرديه اتكلم فيها. برضو ان احنا نبدا الماتش بان برضو ناصر ماهر على اليمين وادم جايد على الشمال،
زي ما قلت لكم ما كانش احسن حاجه، فان شاء الله من الماتش الجاي نشوف تشكيل مختلف شويه. فطبعا ما تنساش تكتب لي تشكيلك المفضل في الكومنت للزمالك الفتره اللي جايه. بس كده، فللاسف يعني النهارده طلعنا بنقطه واحده بس، وان شاء الله اللي جاي كله يكون احسن للزمالك. عاش الزمالك. لو وصلت لحد هنا من الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب. سلام.